السلام عليكم. عندي واحد الخبار ما مزياناش، وهاد الخبار هادي وهاد الشيء هذا اللي وصلنا ليه، الخبر اللي توصلت به دابا هي بي ان سبورت منعت بقرار رسمي مع انذار جواد باده انه يعلق على الماتش الجاي ديال المنتخب الوطني المغربي. هذه راه هزيمه في عقر دارنا، خاصنا نكونوا مع داك السيد، وكلنا خصنا ندخلوا بهاشتاغ بغينا جواد باده، كلنا خصنا ندخلوا خويا عمر لطفي، كلنا تضامن مع خونا وحبيبنا جواد باده، حنا مضامنين معاه. في تطور مفاجئ أشعل مواقع التواصل، ناصر خليفي رئيس شبكة بي إن سبور يخرج بموقف حازم اعتبره كثيرون انتصارا واضحا للجزائريين، بعدما شدد على أن أي إساءة أو مساس بجماهير الجزائر أو رموزها مرفوض تماما داخل القناة البنفسجية، مؤكدا أن الاحترام خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الجنسية أو الانتماء، وذلك بالتزامن مع قرار بي إن سبور إيقاف المعلق المغربي جواد بدة عن التعليق على مباريات المنتخب المغربي بسبب عبارة مثيرة للجدل قال فيها بوميو ما يخوف يا مزراوي، في مقارنة اعتبرها متابعون مسيئة وغير مهنية، خاصة عندما وضع اللاعب في مواجهة مباشرة مع اسم إفريقي كبير مثل الأسطورة الكاميروني إيكامبي، وهو ما فتح بابا واسعا من الجدل حول أخلاقيات التعليق الرياضي وحدود الحياد داخل القنوات الكبرى. القرار لم يمر مرور الكرام في المغرب، حيث أطلق عدد كبير من الجماهير وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ كلنا جواد بدة، تعبيرا عن دعمهم للمعلق الموقوف ورفضهم للقرار، معتبرين ما قاله مجرد حماس لحظي لا يستحق العقوبة. في المقابل رأى آخرون أن ما حدث رسالة واضحة من إدارة بي إن سبور بأن زمن الانفلات في الميكروفون انتهى، وأن القناة مستعدة لاتخاذ قرارات صارمة لحماية صورتها ومهنيتها أمام ملايين المشاهدين في العالم العربي وإفريقيا. هل ما قاله جواد بدة زلة لسان عابرة أم تجاوز مهني يستحق الإيقاف؟ اترك رأيك وتوقعك في التعليقات.